الطريقة دي لرموش الست بجد كانت مطلعاها دايبة خالص، وكانت مظبوطة قوي 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 وناجحة. تعالوا بقى نشوف الطريقة ونشوف عملناها ازاي. اول حاجة هنحتاج ربع كوباية سكر بودرة. طبعا انا ما كانش عندي سكر بودرة فجبت الكب بدل ما نشتريه جاهز، حطيت فيه سكر عادي خالص، اي سكر عندكم يكون خشن عادي. هبدأ ان انا اطحنه بقى كده. خلاص كده اتحول لسكر بودرة. اول حاجة بقى هنحتاج بولة كبيرة وربع كوباية سكر بودرة، لازم السكر يكون بودرة ما ينفعش سكر عادي، وكوباية الا ربع سمنة، وما تكونش سايحة، ما ينفعش سمنة سايحة، سمنة عادية اللي هي ماسكة نفسها كده. هنبدأ بقى نفككها بالمضرب كده، وبعدين شوية كده هستخدم ايدي بحيث ان انا ادخل السمنة مع السكر يتجانسوا كده مع بعض ويبقى سمكهم ناعم خالص. هستخدم ايدي بقى هدوب السكر مع السمنة كده لحد ما كلهم يمسكوا ببعض ويبقى سمكهم ناعم بالشكل ده. هننزل بقى عليهم ببيضة وكيسين فانيليا و3 معالق كبار سميد بيتباع عند اي عطار، ونص معلقة كبيرة بيكنج باودر، ومعلقة كريم شانتيه خام من غير سكر من عند اي عطار، لو عندكوا حطوا، ما عندكوش خلاص، هو بس بيخلي طعمها حلو جدا، ورشة ملح بسيطة خالص. وهنبدأ بقى ان احنا نضرب كل المكونات دي مع بعض. تمام كده، هننزل بقى عليهم، هنجيب المنخل بتاعنا وهننخل كوبايتين دقيق كده. استخدمنا كوبايتين دقيق وهننخلهم كويس قوي، خطوة مهمة بتخلي الرموش معانا دايبة وهشة كده وحلو. تمام، احنا مش هنعجن، احنا بس هنلم كل الخليط ده مع بعضه لحد ما يبقى عجينة ناعمة قوي معانا وبتبدأ تتشكل. هنلاقيها بتتشكل في ايدينا كده، هنوقف، ما ينفعش نعجن كتير، هو بس هنلمها. تمام كده، لقيتها بتبدأ تتشكل معايا اهو، ولميت كل الدقيق اللي موجود في الطبق. بس كانت عجينتها مظبوطة، ما احتاجتش ازود لها اي حاجة، وكانت ناعمة قوي قوي قوي، بس كانت دايبة. بدأت ان انا اشكلها بقى بالشكل بتاعها واضغط عليها كده بصباعي. هنجيب بقى بيضة، دي صفار بيضة بس، وهننزل عليها بكيسين فانيليا، الصفار بس مش البياض، وهنضربه كده بالشوكة. هنعمل على الوش بتاع الرموش بيدي لون، ومفيش اي زفارة، ما تقلقوش من البيض خالص عشان احنا حطينا كيسين كاملين فانيليا. تمام، هنجيب بقى الصاج اللي هو بتاع الفرن، لو مش عاوزين تستخدموا صاج استخدموا صينية عادي. حطيت عليها بقى نقطة زيت كده وفردتها، خطوة مهمة عشان ما تلزقش معانا. هحط ورق، اي نوع ورق عندكم، او ورق زبدة يكون نوع كويس. وهنحط زيت تاني من على الوش وهنفردهم كويس. وهنبدأ بقى نشكل العجينة. انا بعمل لها كور كده، بدفيها في ايدي الاول وبعد كده بعملها بالشكل بتاعها واضغط عليها بصباعي. تمام كده، هبدأ تاني بعمل كورة، ادفي العجينة في ايدي، تدفى بس في ايدي كده، وبعدين بعمل لها شكل واتك عليها.
تاخد الشكل بتاعها. هعمل بقى كل اللي معايا بنفس الطريقة، هكورها الاول تدفى كده وبعدين اشكلها. هعمل بقى كل الكمية اللي معايا بنفس الطريقة. بدأت اضغط عليها كده من النص اديها شكل بس. بعد كده بقى اجيب الصفار واحط من على الوش. هندخلها بقى الفرن، ما بتكملش حاجة في الفرن، يا دوبك بس يعني مثلا نقول 10 دقايق لو الفرن ساخن. هنشغل عليها الشواية من فوق تاخد لون من فوق، والفرن من تحت يديها ماسكة بس كده. هنطلعها، ما نطولش يا جماعة، اول ما تاخد لون نطلعها على طول عشان ما تنشفش معاكم، تبقى دايبة. تمام. هنعمل الشربات بقى عشان احنا عاوزينه ساقع. هنجيب حلة نحط عليها كوباية سكر وكوباية مية وعصرة ليمونة، عصرة بسيطة خالص، نقطتين 3 كده. بتظبط معانا السكر وما تخلوش اللي هو مسكر قوي يجزع. احنا عاوزين الشربات يكون ساقع. هننزل على الرموش، الرموش تكون لسه سخنة طالعة من الفرن والشربات يكون ساقع. تمام. طلعتها بقى كانت لسه سخنة والشربات سقع. هنزل عليها بالشربات، هنغرقها من فوق ومن تحت. هنسيبها في الشربات شوية، كانت دايبة 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 خالص يعني. تمام. هنرصها بقى، هزينها من على الوش كده بسكر بودرة، ممكن تزينه ببسكوت، تزينه بجوز هند، اي حاجة عندكم. بس كده.